لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا هندسه، هو كل شويه الاقي فتيس، ايه اللي بيحصل؟ كل شويه عربيه حله فتيس. ما هو بيبقى معظمها 90% عيب استخدام. العربيه دي ده فتيس ايه؟ ده فتيس ار اكس 5. ار اكس 5. اه معظمها عيب استخدام. معظمها 90% عيب استخدام. دي العربيه دي مشيت 40000 كيلو على انت فكره. بتدافع عن العربيه ولا ايه؟ لا العربيه يعني الموتور محترم جدا، والفتيس دول كلاتش كمان ما فيهوش مشاكل كتير. ما انا عارف. بس هي العربيه، دي العربيه مش 40000، العربيه لسه جديده. طيب بس هي حصل دروب مع صاحب العربيه، كان غرز منه فهو قرص عليها. قرص عليها. قرص عليها جامد لحد ما فوت الاسطوانه. هو مهما كان القرص ممكن يعمل حاجه زي كده؟ اه ما هي غرزه، الغرزه دي المفروض تتشد عشان هي العربيه طبعا مش مخصصه عربيات، مش عربيه اوف رود، فطبعا هي. طب ورينا كده ايه اللي حصل في الكلاتشات. بص يا كبير، الاسطوانه دي، الاسطوانه من جوه نفسها اتاكلت، فالسحب العربيه قل. ده رقم واحد. تاني حاجه بقى، البنيه نفسها ساحت، بليه الدبرياج ساحت على الديسك، ساحت، كسرت الديسك كمان وفضلت لازقه فيه خلاص ساحت. الكلام ده يحصل في اي عربيه ولا العربيات الام جي بس هي اللي لا يحصل في اي عربيه لو طرس عليها بالطريقه دي. بالطريقه دي. اه يعني ده ما يعيبش العربيه ولا يعيب الفتيس؟ لا ما يعيبش، ما يعيبش حاجه في العربيه. هو الفتيس الار اكس واحد، هو والام جي 6 والاتش اس والاتش اس كلهم واحد. كلهم واحد ف يعني ما ينفعش حد يقرص على العربيه في الغرز والكلام ده كله. لا ما هي عربيه مش مخصصه اوف رود، ما هي غرزت لازم تتشد. لازم تشد. اه وده الطقم الدبرياج الثاني. هو ده الطقم الجديد. ده اللي انت كنت بتقول عليه من فتره ب 35 او حاجه ونص. اه الناس قالت يا لهوي. النهارده مش لاقيينه 38 ونص، ومش لاقيينه 38 ونص. مش لاقيينه. ده جمله. جمله يا مش نهار لاقيينه، يعني المستورد بيديهولنا لنا جمله بالسعر دوت، انا مش عارف اطلع العميل بكام. يعني طلعه له. ومش موجود، يعني هو ما عندوش غير طقم او طقمين، مفيش اي حد عنده تاني. الموضوع ده بياخد وقت قد ايه عشان الاصلاح؟ يعني ممكن يوم كامل والتكلفه بتاعته سكه ايه؟ ده كده 40000 جنيه مثلا يعني. مثلا. بالمصنعيه بالكلام ده المصنعية. كله يعني ربنا يعينكم يعني. يا ربنا رب. يعين الناس يعني. يا رب. وانت برضه ربنا يعينك. والله العظيم انا حاسبه للعميل بنفس سعره، مش ماشي. قادر لا اغلي لا عليه. انا بتكلم يعني ربنا يعينك يا رب وخلاص. يا رب. ربنا يستر طريقكم. ربنا سلام.